يمتى تحتاج تزور طبيب نفسي؟ أولاً العمل، إذا أنت مثل طبيب مستشفى الجمهوري تداوم، بديت ما تداوم بالمستشفى، تغيب هواي، أنت مدرس، بديت ما له خلق تروح للدوام، فأنت هنا أكيد بحاجة إلى طبيب نفسي. اثنين الدراسة، ما له خلق تدرس، تركيزك ضعيف بالدراسة، ذاكرتك ضعيفة، يجون الأهل يسألون يقولون ابننا بدأ مستواه بالدراسة ينخفض، قبل كان يجيب درجات عالية، هسه قوة يلا ينجح. ثلاثة الاهتمام بالعناية الشخصية، بديت ما اهتم بنظافتك الشخصية، مزين لحيتك، شعرك، ملابسك، فبديت أشبه بالمسجون، لحيتك طويلة، شعرك طويل، ما تسبح. أربعة العلاقات الشخصية، علاقاتك الشخصية ويا الآخرين جدا متوترة، يعني مع الأهل، مع زوجتك، مع الزملاء بالعمل، أنت 24 ساعة عرايك ومشاكل، وهاي بالغالب تصير ويا الأشخاص اللي عندهم اضطرابات في الشخصية، فشوف عندهم مشاكل ويا زملائهم بالعمل ويا أهلهم ويا الأصدقاء، فأنت هنا بالتأكيد بحاجة إلى زيارة طبيب نفسي. خامساً تصير وياك شغلات ما لها تفسير، مثلاً تبدي تؤمن بشغلات غريبة أنت ما مؤمن بيها قبل، أو تبدي تتصرف سلوكيات غريبة جدا أنت ما منتبه لها، مثل بحر تموز تطق لك قمصة وتطلع بالشارع، فهاي سلوكيات غريبة ممكن أنت ما تنتبه لها بس الآخرين ينتبهوا لها. هاي الخمس أعراض اللي ذكرناها إذا كانت وحدة موجودة بيك، فأنت أكيد بحاجة إلى طبيب نفسي حتى يقيم حالتك النفسية.